بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. ان شاء الله هنحضر مع بعض النهاردة القطايف. كل عام وحضراتكم طيبين. وهنتكلم ازاي تكون مقرمشة وطعمها احلى من بتاعة المحلات وتكون كمان اقتصادية، وان شاء الله هتعتمديها عندك للشهر الفاضل. النهاردة عملنا القطايف يا جماعة ناجحة من اول مرة. هنتكلم عن سر التسوية المضبوطة لها، كمان الشربات المضبوط لها جدًا، جدًا. بس قبل ما ندخل طبعًا الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك. أنا هاسمّعكم صوت القطايف النهارده يا جماعة، والقطايف عملناها ناجحة 100%. بس ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد. هاورّيكم بقى أسمّعكم قصدي صوت القطايف. اسمعوا بقى معايا كده الصوت ده، شوفوا القطايف طلعت مقرمشة قد إيه معانا النهارده. اسمعوا الصوت. سمعتوا صوتها؟ يلا ندخل الفيديو بتاعنا على طول. معايا كسرولة هنزل فيها بكوبايتين سكر حبيبات ما يعادل 400 جرام. هنزل كمان بنفس الكوباية بكوباية مية ما يعادل 200 جرام. هنزل كمان بباكت فانيليا ما يعادل 11 جرام وعصرة ليمونة. وهنزل بمعلقة سكر جلوكوز، وهقلب تقليبة خفيفة قوي. وكده كده السكر مش هيدوب غير بالحرارة. هرفع الكسرولة على نار عالية في أول التسوية، وهقلب بالراحة وأحاول ما أخليش سكر يخرج على حافة الكسرولة معايا وأنا باقلِّب، علشان خاطر ما يسكّرش معايا أو يتكرمل منّي. لو ما حطيتيش عسل جلوكوز يا جماعة ما فيش أي مشكلة، هي بتفرق في مدة التسوية بس. لو أنتِ حاطة معلقة عسل الجلوكوز بتسوّي حوالي من مدة الغليان 7 أو 8 دقايق، مش حاطاها بتخلّيها من مدة الغليان تغلي حوالي 10 دقايق. طبعًا أول المعلقة ما هتسيب من سكر الجلوكوز باشيلها، وأول ما يبدأ السكر يغلي معايا أو الشربات بتاعي يغلي معايا هاتركه يغلي حوالي 7 أو 8 دقايق وهاطفي عليه وهاتركه يبرد ونشوف الخطوة اللي بعد كده. في طبق عميق يا جماعة هانزل ب400 جرام من الدقيق، وهابدأ أنزل عليهم بمعلقة سكر ما يعادل 10 جرام، ومعلقة خميرة فورية صغيرة ما يعادل 5 جرام، وباكيت فانيليا بيدّيها ريحة حلوة أوي، وذرة ملح على طرف المعلقة، وهاقلب كل المكونات دي مع بعضها كويس أوي. وهابدأ أجيب كوباية مَيّة وأنزل بالمَيّة تدريجيًا عشان أعجن. لازم هتنزلي بالمَيّة تدريجيًا علشان خاطر مش كل الدقيق زي بعضه يا جماعة، في دقيق بيتقبّل سوايل كتير وفي دقيق ما بيتقبّلش سوايل كتير. هافضل أنزل بالمَيّة، كل ما العجينة بتاعتي تحتاج مَيّة هادّيها مَيّة علشان خاطر أوصل للقوام المضبوط لحد العجينة ما تنعم معايا كويس أوي، وعشان ما يكونش فيها أي تكتُّلات. هافضل أشت أست أنزل بمَيّة تدريجيًا لحد ما زي ما أنا قُلت لكم العجينة تنعم كويس أوي. وطبعًا في ناس يا جماعة الخليط ده بتنزل تصفّيه بعد ما بتنعّمه وتوصل للقوام المضبوط بتصفّيه. أنا ما باصفّيهوش، لإنِّك لو اتبعتِ الخطوات معايا مضبوطة جدًا مش هتلاقي فيه أي تكتُّلات خالص، وهادّيكِ النهارده القوام المضبوط للقطايف اللي هيخلّيها ناجحة معاكِ 100، 100 ومش هتشتريها من برّه تاني خالص. طبعًا أنا كده خلاص الإسباتولا معايا دورها خلص، وهابدأ أنزل بالمضرب بتاعي عشان ما يكون تنعم جدًا وما يكونش فيها أي تكتلات معايا خالص. وهاقول لكم عن مقدار المَيّة اللي أنا استخدمته ل400 جرام في آخر العجين بتاعي. كده أنا وصلت للقوام المضبوط بالقوام اللي أنتم شايفينه ده. هاقول لكم ناجحة إزاي والقوام بتاعها توصلوا للقوام ده إزاي، والمَيّة أكتفي بقدر المَيّة إزاي. بالكبشة بتاعتي وهابدأ أرُب كده في العجينة بتاعتي، أرُب كويس أوي، 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 أوي. وهارفع الكبشة بتاعتي دلوقتي، هاعمل فيها خَط في النُص كده. لو العجين ما وصلش لبعضه تاني، لو مش لامس بعضه تاني، يبقى خلاص العجينة ناجحة ومضبوطة، فهي كده تمام. بُصّوا عملت خَط تاني أهوّة، ووريتكم إن هو ما جاش على بعضه. العجينة كده ناجحة يا جماعة طالما الخَط ما لمسش بعضه تاني. تمام. هابدأ أشيل الكبشة بتاعتي وهالِم العجينة وهاغطّيها بstretch wrap وهاتركها تخمر. مدة الخُمر بتاعتها هتبقى حوالي ساعة إلا ربع، حسب كمية العجينة برضه اللي أنتِ عاجناها. لو أكتر هتاخد حوالي ساعة، لو أقل ممكن تاخد نُص ساعة. تمام. أنا تركتها حوالي ساعة إلا ربع وبدأت أرجع لها، كانت اختمرت وبقت تمام. هابدأ أضيف عليها جرام واحد، 1 جرام baking powder وأقلّب كويس أوي، أوي، أوي. وطبعًا
هابدأ آخد الخليط كله، عندي شفشق ليه بوز كده يا جماعة رفيّع، أو بالكبشة بتاعتِك عادي خالص اللي هتستخدميه يعني، وهابدأ أنزل بالخليط بتاعي في قلب الشفشق، وفي طاسة على النار أنا مسخّناها كويس أوي مش دهناها أي مادة دهنية، هابدأ أنزل بالخليط بتاعي. طبعًا حجم القطفاية على حسب ما تحبّي، إذا كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وأول ما تعمل فقاعات كده أرفعها من على النار لمّا يكون العجين استوى فيها كلّه خالص، وأحطها طبعًا على فوطة وطبعًا لو عايزة تغطّيها بفوطة تانية ماشي، مش عايزة تغطّيها إحنا الجو لسه شتا ما فيش منها أي مشاكل، وهابدأ أنا أصُب غيرها، وطبعًا أنا مش باحرّكها يا جماعة لحد ما تستوي أو العجين بتاعها ينشف. واعرفي إن هي كمان أمّا بتصُبّيها بتوسع معاكِ أو بتفتح معاكِ حوالي سَنتي كمان بعد الصَّب، تمام؟ بيكون على وشّها عجين، مش باشيلها خالص لحد ما تستوي كويس أوي، أنا باورّيها لكم الفقاعات بتاعتها كانت ممتازة، المسام بتاعتها كويسة ما هياش واسعة أوي ولا ضيّقة أوي، تمام معايا؟ والفقاعات بتاعتها لو وسعت منِّك أوي، قلّبي العجينة قبل ما تصُبّي. لو كانت الفقاعات بتاعة القطايف وسعت منِّك أوي، كل مرّة قبل ما تصُبّي قلّبي العجينة، تمام؟ طبعًا أنا باورّيكم غيرهم أهُمّة ما شاء الله، باصُب وباتركها خالص لمّا بُصّي هتبدأ تعمل فقاعات، فقاعات كده لحد ما العجين كُلّه اللي فيها يستوي ووشّها العجين يختفي منها تمامًا وأنا باشيلها. بُصّوا باورّيكم فتحاتها صغيّرة ومنتظمة، وطبعًا أنا باخلّص الكمية بنفس الطريقة كده يا جماعة ما شاء الله، أنا باورّيكم القاع بتاعها كان ممتاز جدًا، جدًا. تمام مع بعض، وأنا زي ما قُلت لكم يا جماعة عايزة تعمليها كبيرة اعمليها المقاس ده كان مضبوط معايا جدًا، بُصّوا باورّيكم كانت طرية جدًا، وما شاء الله السِوَى بتاعها ممتاز جدًا، ولو مشيتِ على نفس الطريقة يعني هتبقى ممتازة، دي الكمية كلّها اللي أنا عملتها يا جماعة، ما شاء الله من ال400 جرام عملت كمية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عملت كمية كويسة زي دي كده. طبعًا هابدأ أورّيكم الحشوة اللي إحنا هنحشيها للقطايف، أنا عندِك أي نوع مكسرات اللي يريحِك متوفرة عندِك أو هتشتريها، بانزل عليها بحوالي 4 معالق زبيب و4 معالق جوز هند خِشن، لإن أنا باحب المكسرات تكون خشنة أوي شوية في القطايف يا جماعة ما باحبهاش ناعمة، وهاقلّب كل ده مع بعض، وهابدأ أجيب قطفاية وأنزل فيها بمعلقة وأقفّلها كويس أوي من الأطرف بتاعتها كويس أوي، وكمان هاضغط عليها بالشوكة من الأطرف بتاعتها علشان أتأكد من التقفيلة بتاعتها كويس وبتدّيها شكل جمالي كمان، تمام. ممكن القطايف يا جماعة هاجيب واحدة تانية الأول وهاقفّل الأطرف بتاعتها كويس أوي وأضغط عليها بالشوكة من الأطرف بتاعتها علشان خاطر تدّيني شكل جمالي، وكمان غير الشكل الجمالي باضغط عليها بازوّد تأكيد القفلة بتاعتها، تمام. هي بتتقفل بكل سهولة لإنها ممتازة جدًا وناجحة جدًا، وما شاء الله ممكن تفرّزيها في الفريزر، دي مش كل الكمية أنا كان لسه فيه حبّة كمان أنا عاملاهم بس ما ظهرتهمش على الشاشة يا جماعة، وطبعًا ممكن تفرّزيها في الفريزر، في طاسة على النار فيها زيت وأول ما يسخن الزيت هابدأ أنزل بالقطايف بتاعتي وأرصّها في الطاسة، وطبعًا أنتِ لازم تقلّبي على طول وما تستنيش على القطايف لمّا تاخد لون من ناحية وبعدين أقلّب، لأ، تقلّبي على طول علشان القطايف كلّها تاخد لون موحّد لحد ما تدّيكِ اللون المضبوط وتدّيكِ لون دهبي كده، هتفضلي تخلّي إيديكِ فيها على طول، مش تقلّبي أول ما تاخد اللون لأ، خلّي إيديكِ شغّالة فيها على طول لحد ما تاخد اللون المضبوط معاكِ، تمام مع بعض؟ تمام، بُصّوا أنا مستمرة في التقليب أهو، لازم تفضلي تقلّبي يا جماعة على طول لحد ما تاخد لون معايا، ما ينفعش إن أنا أتركها لمّا تحمَر من ناحية وبعدين تاخد من الناحية التانية تحمَر لأ، قلّبي عشان كلّها تاخد لون موحّد كلّه زي بعضه. وطبعًا زي ما أنا ما قُلت لكم أنا ما قُلتلكوش يا جماعة هي خدت منّي مَيّة قد إيه، خدت حوالي 3 كوبايات مَيّة، ال400 جرام خدوا منّي 3 كوبايات مَيّة، وحسب تقبُّل الدقيق عندِك للمَيّة كمان، تمام، كده خدت اللون الدهبي معايا وبقت ممتازة، هابدأ أخرّجها من الزيت خالص، وطبعًا أحطّها في الشربات على طول، وبعد ما خرّجتها وحطيتها في الشربات بتاعي نزلت فيها بالشربات، هانزل بباقي الكمية في قلب الطاسة، وطبعًا هاتركها في الشربات عَبَل ما أحط الدُفعة التانية. المدة اللي هي هتفضل فيها في الشربات عقبال ما تحطّي الدفعة التانية،
وتقلّبيها يعني في حدود 3 دقايق أو 4 دقايق، تمام. حطيت الدفعة التانية في الطاسة بتاعتي، وهابدأ أقلّب القطايف في قلب الشربات وأخرّجها من قلب الشربات، زي ما أنتم شايفينّي كده. تقلّبيها كويس، لإن الشربات بتاعها لازم يكون تقيل وبارد وأنتِ بتستخدميه. شربات القطايف أو الحاجة المقلية، الحلويات المقلية، لازم يكون تقيل يا جماعة ويكون بارد. هابدأ أخرّجها من الشربات، وده شكلها شايفين قد إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شكلها جميل جدًا، ناجحة من أول مرّة. وأنا كده يا جماعة خلّصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشيّروا الفيديو عشان لكل أصحابكم وحبايبكم عشان ينتشر، وحطّوا لايك للفيديو عشان يرتفع. وما تنسوش تصلّوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.